سنة 1932 في قرية في بني سويف اسمها بها العجوز. راجل بسيط بيصحى الفجر علشان يروح أرضه البعيدة عن بيته مسافة طويلة، ودايما وهو ماشي بعد أذان الفجر يحب يغني أغاني لأبو زيد الهلالي عشان يونس نفسه. وفي يوم الراجل ده اسمه سميدة شاف بنت بتعرج وبتجري ناحيته. كان باين على البنت دي إنها مضروبة، رجلها متعورة، وشها فيه كدمات، وشعرها منكوش. حاول يساعدها ويقول لها مالك يا بنتي، ايه اللي حصل لك؟ لكن فجأة البنت صرخت وجريت وسابته. اهلا بيك في واحدة من اكتر القصص الحقيقية رعبا وغرابة. انا احمد مأمون، وانت دلوقتي بتشوف قصة عفريتة بني سويف اللي لو حد شافها عمرك ما هتصدق ايه اللي هيحصل له تاني يوم. انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب علشان اللي جاي صدقني مش هتصدق. قصتنا بتبدأ في بني سويف في قرية اسمها بها العجوز، وبطل قصتنا الفلاح سميدة بعد ما شاف البنت دي اللي طلعت له فجأة وهو رايح شغله بعد الفجر قعد يضرب كف بكف ويستغرب ايه اللي حصل لها، ومش فاهم هي ليه هربت منه وجريت. ده انا كنت هساعدها بس. المهم ان سميدة ما هدالوش بال طول ما هو شغال، قعد بس يفكر طب ليه البنت دي حصل لها كده؟ طب كان شكلها عامل كده ليه؟ وايه اللي حصل لها؟ وفضل زعلان عليها جدا. بس كالعادي خلاص سميدة خلص شغله وروح البيت، وكان متعود دايما بعد صلاة العشاء بيقعد مع اصحابه قاعدة على القهوة كده يفضلوا يرغوا فيها في اي حاجة. وبالصدفة الكلام جاب بعضه، وسميدة حكى لهم عن البنت اللي هو شافها النهارده الفجر. الكل كان مستغرب ما عدا واحد صاحبه اسمه علي. قال له اشرح لي كده يا سميدة، انت شفت ايه بالظبط؟ قال له مفيش، انا كنت رايح الشغل بتاعي عادي، لقيتها طلعت وما اعرفش ايه اللي حصل لها وسابتني وجري. علي بص لسميدة في عينه وقال له انت عارف يا سميدة انت شفت ايه؟ شفت عفريتة، واوعى تقرب منها يا سميدة علشان اللي قرب منها قبلك ما تعرفش ايه اللي حصل. انت اكيد ما لمستهاش صح؟ سميدة افتكر ان هو حط ايده على كتف البنت بس اترعب وقلق، فقال له لا ما لمستهاش. المهم ان سميدة من القعدة بدأ يترعب ويقلق، وقرر ان هو ينهي الموضوع بسرعة ويروح البيت. سميدة في الليلة دي قعد يقرأ قرآن بالليل ويفضل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونام فعلا. بس اللي حصل تاني يوم بعد قعدة الصحاب دي عمرك ما هتقدر تتخيله. الساعة كانت 5 الفجر ولسه واحد من اصحاب الاراضي رايحين عشان يشوفوا شغلهم، فجأة صرخ جثة الحقوا. لقوا جثة سميدة مرمية في الترعة، ويا ريت بس ميت، ده متشوه ومضروب بفاس في دماغه قسمها نصين. سميدة اتقتل يا صديقي، انت متخيل؟ ولحسن تفكرني بهزر، القصة دي حقيقية بجد. المركز وصل وبدأ ان هو يعاين المكان اللي حصلت فيه الجريمة بقيادة واحد اسمه البكباشي طلبة درويش. عاين الجثة واستغرب من اللي حصل ورجع لتقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي اثبت ان الجريمة حصلت من 10 بالليل ل 6 الصبح، اللي هو الوقت اللي كان سميدة موجود فيه في البيت. والاغرب ان سبب الوفاة ما كانش ضربة الفاس على دماغه، لا ده سميدة مات مخنوق. يعني سميدة اتخنق، وبعد ما اتخنق خلاص روحه راحت للي خالقها، اتضرب بفاس على دماغه قسمها نصين. المركز بدأ يتحرك ويقدم اجراءاته، بدأ ان هو يحقق مع كل الناس اللي كانوا حوالين سميدة، وجابوا اصحابه فعلا عشان يحققوا معاهم. واحد منهم قال ده هو يومها بالليل قال انه شاف واحدة شعرها منكوش وباين انها مضروبة وبتعرج، وكذا حد قال نفس الكلام بالظبط. ومن اللحظة دي بدأ الرعب. الناس كلها بدأت تتأكد ان فعلا في عفريتة هي اللي قتلت سميدة. والاغرب ان في بنت من سنة فاتت ماتت غرقانة في الترعة دي وبتقتل اي حد يحاول ان هو يساعدها زي ما حصل مع سميدة. ويا ريت الاشاعات مست اهل البلد بس، ده حتى العساكر بتوع الامن والامان في البلد خايفين خوف الدنيا والاخره من البنت دي، ورفضوا ان هم يحرسوا المكان عشان خايفين على نفسهم وعلى عيالهم. واما كان البكباشي طلبة يجي يرخم على حد فيهم ويقول له هقدمك لمحاكمه عسكريه، يقول له قدمني لمحاكمه عسكريه اهون بكتير من ان نموت على ايد عفريتة. ومن هنا هنروح لبطل قصتنا الجديد، هو شحاتة، عسكري تبع اسم البوليس. شحاتة من وهو صغير وهو غاوي حكايات الجن والعفاريت، ودايما عايز اي حاجة تثبت ان هم موجودين حواليه. البكباشي طلبة عرض عليه ان هو يقف بالليل لان اصحابه خايفين ومش عايزين يقفوا. شحاتة وافق بنفس راضية وقال له طبعا عينيا. وفعلا وقف شحاتة بالليل، بس يا ريته ما وقف. شحاتة كان مفكر ان هو ممكن يشوف حاجة كده ولا كده تثبت ان في حاجة تانية عايشة معاه في الدنيا. ما كانش يعرف ايه اللي ممكن يحصل. المكان اللي كان بيحرسه شحاتة هو نفس المكان اللي اتقتل فيه سميدة قبلها بيومين. وعد اول يوم، تاني يوم ما شافش اي حاجة، تالت يوم وشحاتة يلاقي بنت بتجري شعرها منكوش وباين انها مضروبة وبتعرج. بص عليها
لقاها كأنها بتهرب وبتجري من حاجة معينة هي مش شايفاها. سجل أوصاف البنت دي في ورقة وقال إن هو هيعرضها على المأمور بكرة. تاني يوم جه العسكري اللي هيستلم منه الوردية بالنهار بيدور على شحاتة، مفيش شحاتة. شحاتة اختفى. يروحوا يدوروا عليه بعد أكتر من 4 ساعات يلاقوا جثة شحاتة مرمية في ترعة قريبة، برضه ميت بنفس الطريقة، بس المرة دي مضروب بالسكينة 5 ضربات وبرضه دماغه مفتوحة بالفاس. وهم بيفتشوا جثة شحاتة وهدومه علشان يشوفوا أي حاجة ممكن القاتل يكون سابها، لقوا في جيب شحاتة ورقة المواصفات اللي كان كاتبها عن البنت اللي بتعرج دي، وكان كاتب في الورقة هو هيروح لها. البكباشي طلبة قعد متنح في الأوضة بتاعته وعمال يضرب كف بكف وتأكد إنها نفس المواصفات اللي قالها سميدة لأصحابه قبل ما يتقتل. وطبعا القرية بدأت كلها تخاف من العفريتة اللي بتقتل أي حد يشوفها ويحاول يساعدها، والناس في القرية بدأت تقول أما المسؤول عن أمن وأمان القرية اتقتلوا احنا هيحصل فينا ايه؟ فكانت القرية مذعورة من كل اللي كان بيحصل. اهل البلد قرروا ان هم يجيبوا واحد دجال اسمه الشيخ دسوقي، كان مشهور انه بتاع جن واعمال وبيشفي اي حد عنده عمل وبيحضر سحر وعفاريت. الدسوقي كان ذكي فقال لك دي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة، فقرر انه يستغلها احسن استغلال. طلب من بعض الناس ان كله حصة في اراضيهم كأجر عشان هيخلصهم من العفريتة دي. وكان في بنت اسمها ياسمين، دي كانت اجمل بنت موجودة في القرية دي وكان عندها بس 14 سنة. طلب ان هو يتجوزها لحد ما جه واحد اسمه كرم جري على اسم الشرطة عشان يبلغ البكباشي طلبة باللي حصل. فعلا المركز اتحرك ودخل خد الدسوقي من وسطهم وسجنه. وكرد من اهل البلد راحوا الاسم وولعوا في اسم الشرطة، والانيل ان هم خرجوا الدسوقي من الحبس وخدوه معاهم عشان يطلع الجنية او العفريتة اللي كانت موجودة دي. الدسوقي حس ان هو هيعمل مشاكل مع الحكومة، طلب من الناس ان هم يخشوا بيتهم بعد العشاء ومحدش يطلع قبل شروق الشمس. الشيخ دسوقي كان قلبه جايبه، فضل في المكان اللي اتقتل فيه سميدة وشحاتة وقعد يقرأ ترانيم وكلام غريب كده محدش كان فاهمه. فعلا الناس التزمت بكلامه وما طلعتش لحد شروق الشمس. الناس خرجت والشيخ الدسوقي قابلهم، انا خلاص طردت العفريتة. عملوا احتفال ومأدبة عملاقة والناس كلها كانت بتاكل وبتشرب ومهيصة. واول يوم عدى بسلام. تاني يوم الناس مبسوطين وخارجين على شغلهم حاسين بالامن والامان. واحد منهم وهو ماشي الدنيا لسه كحل طبعا ولسه الشمس ما طلعتش، اتكعبل في حاجة في الأرض. بيبص هو اتكعبل في ايه، لقى جثة من غير راس ولابسة هدوم غريبة. الراجل صرخ من كتر الرعب. الناس اتلمت وفجأة واحد منهم، يا سواد السواد دي جثة الشيخ الدسوقي. ايوه يا صديقي، الشيخ الدسوقي نفسه اللي كانوا جايبينه وطلع العفريتة اتقتل شخصيا. انت كنت فاكرها اشتغالة صح؟ بس للأسف الموضوع أكبر من كده بكتير. الطب الشرعي بدأ إن هو يفحص جثة الشيخ الدسوقي دي عشان يعرف ايه اللي حصل له، واللي كان مسؤول عن الموضوع ده واحد اسمه الدكتور عصام. لاحظ ان في كدمات في جسمه كأنها عبارة عن انتقام، واحد بيضرب بغل. واكد الطب الشرعي ان اللي عمل كده كان قاصد ينتقم من الشيخ الدسوقي عشان كان بيشتغل الناس. المهم ان الدكتور عصام كان ذكي شوية، قرر ان هو يقول للبكباشي طلبة ان هم هيجوا بالليل هيفضلوا يراقبوا مكان الترعة ده 4-5 ايام ورا بعض لحد ما يشوف ايه اللي ممكن يحصل. وقرروا فعلا ان هم ينزلوا قدام الترعه دي ويخبوا نفسهم ويراقبوا المكان، لان غريب جدا ان ال3 اللي اتقتلوا في نفس المكان. وقرروا فعلا يروحوا نفس المكان مستخبيين. وقد كان لحد ما هم بيتفرجوا على الترعه في اليوم الرابع، فجأة دكتور عصام بيقول حضرة البكباشي تعال بص. يلاقي واحد من اهالي القرية رايح شغله الصبح من نفس المنطقة دي، ويلاقي من ظهره حد جاي بيخنقه بعد ما كانت البنت دي موجودة قدامه. الموضوع شكله طلع بجد، مفيش لا عفريتة ولا حاجة، دول بني ادمين اهو. المرعب ان كل ده كوم، الحمد لله اطمنا ان مفيش عفاريت وان فعلا في قاتل. المرعب اكتر في شخص كبير سنا بيجري ورا البنت الصغيرة العرجة دي لحد ما مسكها ووداها على مكان قريب من بيت الحاج كرم اللي راح بلغ مركز الشرطة عن البنت وابوها اللي كانوا عايزين يجوزوها للشيخ الدسوقي غصب. البكباشي والدكتور فضلوا متنحين مش مستوعبين ان البنت طلعت بنت حقيقية وشكلها مضروب ضرب بشع. المهم ان بعد كام ساعة المركز اقتحم البيت. اتصدموا من اللي شافوه، شافوا بنت قاعدة على كرسي متربطة شعرها منكوش وحاطة كحل سايل على وشها كله من كتر السواد، والمكان ريحته وحشة وتقرف. ده غير ان البنت من كتر الضرب عندها كسور في أنحاء متفرقة من جسمها. ونقلوها لمكان في الوحدة الصحية
ومن هنا بدأت اللعبة تتكشف. مسكوا كرم وحققوا معاه واعترف فعلا. اعترف انه كان بدايتها متجوز من بنت عمه في البحيرة، وكان شاكك انها بتخونه، وفي يوم حس ان هي ممكن تكون بتكلم حد من الشباك، فقرر ان هو يطلع وقعد يضرب فيها ضرب لحد ما ماتت. الانيل ان هو مش بس موتها، ده رماها من فوق السطح ونزلت ميتة اكتر ما كانت ميتة من الاول اصلا يعني. وكرر نفس الموضوع مع مراته التانية. اهالي المنطقة بدأوا يشكوا فيه ويحسوا ان الراجل ده مش مظبوط، فقرر ان هو يعزل من المنطقة بتاعته ويجي على بني سويف. المهم ان كرم ما كانش طايق الستات في العموم، كان بيكرههم كره العمى، فقرر انه يخلص البشرية كلهم من الستات اصلا. جه في يوم كانت في بنت معديه لا ليها لا في الطور ولا في الطحين، خطفها وفضل يضرب فيها كل يوم ضرب مبرح. المهم ان البنت دي جت في يوم حاولت تهرب وفعلا نجحت. في نفس اليوم ده شافها سميدة وحكى لاصحابه عليها، فبدأ الموضوع ينتشر، فخاف كرم فقتله. وصاحبه المتخلف اللي قال عفريتة طبعا خلى الموضوع ينتشر اكتر، فكرم إلي اكتر، فاضطر ان هو يقتل سميدة. البنت كانت بتهرج يا صديقي مش بس عشان دي اول مرة تحاول تهرب، لا دي هربت قبل كده كذا مرة، وفي كل مرة كان بيعاقبها بيكسر لها حاجة في جسمها عشان بس متعرفش انها تهرب. كرم قتلهم بدم بارد، سواء سميدة او شحاتة، كان هدفه بس ان هو يمنع الناس ان هم يعرفوا السر القذر بتاعه. وكرم يا ريته اكتفى بكل اللي عمله، لا ده زود في المحضر بتاع الشرطة، قال انه لو رجع بيه الزمن هيقتل اي واحدة ممكن يشوفها على وش الارض. كان فاكر ان كل الستات خونة وان هو كده بيخلص البشرية من شرهم. اتسجن فعلا كرم، وهتقولي ليه ما اتعدمش؟ هقولك ان كرم ده كان عنده 65 سنة، كان كبير، فاتحكم عليه بالسجن المؤبد بدل الإعدام. ولو مفكر إن القصة هنقول خلاص، للأسف لسه مش خلاص. كرم أول ما اتحبس ودخل السجن المساجين عرفوا اللي هو عمله فاتغلوا منه، فقرروا إن هم يقتلوه بنفس الطريقة اللي قتل بيها ضحاياه قبلها. قتلوه ب3 ضربات في صدره وقطعوا له رقبته. وللأسف البنت اللي هو كان معذبها حالتها الصحية كان ميؤوس منها، وعاشت بقية حياتها في مستشفى الأمراض العقلية لحد ما توفت وهي عندها بس 30 سنة بسبب اللي عمله واحد مريض نفسي زي كرم. وبكده نكون خلصنا قصة عفريت بني سويف. قول لي تحت في الكومنتات انت ايه رأيك في القصة دي، وهل كنت تتوقع النهاية المأساوية دي؟ ولو عايز تشوف قصص اكتر زي طلبة آثار اللي اختفوا تقدر تشوفها من هنا، او لو تحب تسمع قصص عن اماكن مسكونة زي عمارة رشدي مثلا تقدر تلاقيها من هنا. سلسلة